الإعارة منتشرة في مصر من زمان جدا، لدرجة إن مصر بتستعير من دول تانية زي روسيا وأوكرانيا وبلاد تانية كتير عشان تبسط الشعب. وأنا هنا مش بتكلم عن الإعارة على فكرة. الدكتور عماد شمس الدين أستاذ التاريخ المعاصر في كلية الآداب جامعة الملك فيصل ألف كتابه البغاية في مصر ان الدعاره كانت منتشره في مصر طول تاريخها. يعني مثلا لو رجعنا بالزمن شويه ايام مصر القديمه هنلاقي ان العلماء اكتشفوا اوضه موجوده في منطقه سقاره جوه معبد، ودي كانت مخصصه عشان يتعمل فيها حاجات كلها استغفر الله العظيم. والاوضه كان اسمها اوضه الاله بس، وده كان اله الخصوبه عند القدماء المصريين، وكان فيها نقوش استغفر الله العظيم يعني مش ولا بد، كانت موضحه كل اللي بيحصل بالظبط، ودي كانت حاجه عاديه جدا بالنسبه له. ولو بصينا لمصر الحديثه هنلاقي ان الدعاره فضلت موجوده وعدت بمراحل كتير قوي، من انها تبقى قانونيه ايام المماليك وشويه وتتمنع وشويه وتتقنن، شويه تتمنع وشويه تتقنن، لحد ما جه محمد علي ومنحها خالص، وفضلت موجوده برضه بس بشكل غير قانوني لحد ما جه الانجليز مصر وقننوها تاني، وهنا ظهر بابا المجال. ابراهيم الغربي كان شاب صعيدي مولود في عيله غنيه، وليه اب ما شاء الله عليه تاجر عبيد قد الدنيا، وكان ابراهيم الابن المدلل لابوه لحد ما قرر ابوه انه يخليه يشيل المسؤوليه ويبعته بصفقه عبيد للسودان، وقعد في الرحله دي 6 شهور. ولما رجع ابراهيم ما بقاش الابن المدلل بالنسبه لابوه، بالعكس ده بقى ابن عاق، وده من وجهه نظر ابوه طبعا عشان رجع من هناك شاذ، وبسبب انتشار بيوت الدعاره في السودان كان عايز ابوه يغير النشاط من تجاره عبيد لبيوت دعاره، ونعم الكارير شيفت. وطبعا ابوه راح جاي مطلع المسدس، وطبعا ابوه راح جاي يطلع البندقه وقال له هجيبك يا ابن يا شاذ. طبعا ابراهيم ما لقاش دعم من ابوه، لا وايه كمان ده كان عايز يقتله. فين دعم الشباب يا اخوانا؟ ابراهيم اخد بعضه وهرب على القاهره، وهناك فتح اول بيت دعاره خاص بيه في بولاق الدكرور، تحديدا في شارع وابور الميه. طبعا ابراهيم صيته عالي والفلوس جريت في ايده والاشياء بقت معدن، وما فاتش سنه وكان شاري البيت اللي قاعد فيه كله. المهم ابراهيم شغله مع الوقت ما بقاش بيت ولا 2، ده بقى 12 بيت متوزعين في القاهره كلها، وكان كل ليله العساكر الانجليز سهرانين في بيوته. بس الكلام ده ما عجبش القاده الانجليز، فقرروا ان هم يشوفوا مخالفات على ابراهيم ويحبسوه، وفعلا اتقبض عليه وتوجه له تهمه افساد الاخلاق. قفلوا بيوت الدعاره؟ وانت مفكر اتقبض عليه علشان منعوا بيوت الدعاره؟ لا يا حبيبي، ده عشان كان بيشغل ناس من غير تصريح بس مش اكتر اساسي. وفعلا ابراهيم اتحبس بس ما طولش في السجن قوي، ولما خرج ابراهيم قرر يشغل دماغه اكتر وعمل بيوت مخصصه لكبار الدوله والكبار الانجليز، وبكده بقى ليه ظهر وشغله بقى اكبر، وبقى عنده حوالي 54 بيت في مصر كلها. بس ما فاتش كتير وابراهيم اتقبض عليه تاني، بس المره دي عشان كان بيخطف بنات تحت السن ويخليهم يشتغلوا في الدعاره. اعاره يا حاجه، اعاره، بنتك طالعه اعاره. وفعلا اتسجن ومات في السجن. وبيتقال كمان ان ابراهيم مفيش حد مشي في الجنازه بتاعته، وكمان الشيوخ كلها رفضت تصلي عليه. بس في الاخر تفتكر قصه ابراهيم خلصت ولا لسه في 1000 واحد ما بيننا زي ابراهيم؟ كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدعاره. باي باي يا قطه.